والأستاذ عاطف صالح، والأستاذ نبيل حسن مؤسس منطقة الإسكندرية. والأستاذ سيد سعيد مدير مكتب جريدة الوفد، والأستاذ رجل الأعمال والمنتج السينمائي هشام سلامة، والمهندس محسن حماد من الوفد. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالسادة الحضور ونهنئكم بعيد أكتوبر المجيد، ونرسل تحية إلى جيشنا العظيم. بما إن شهر أكتوبر شهر الانتصارات، معنا اليوم انتصار رياضي عظيم. معنا الكابتن جهاد بطل العالم في مصارعة الذراعين. نهنئها على البطولة وأخذ الميدالية الذهبية. استطاعت الكابتن جهاد أن تضيف إلى الإسكندرية مكاسب رياضية عظيمة وجديدة، وأثبتت أن المرأة قادرة على مواجهة التحدي. وشكرا. والآن هنقدم شهادات تقدير للأبطال. هي البطلة طبعا الأستاذة جهاد، لكن إحنا معانا أبطال كتير ولازم نكرمهم مع بطلة جهاد. الأستاذة جهاد الفاروق هي موجودة معانا ولا مش موجودة؟ بص البطلة اللي هتديها الشهادة أرجوها إن هي تحكي عن بطولاتها وعن البطولات العظيمة التي عملتها. المهم يبقى ناحية يا جماعة بس عشان السيستم صاير معانا. في البلية أنا كابتن جيان فاروق مدرب الكاراتيه. بدأنا طبعا عارفة الكاراتيه طبعا بالنسبة لأي بنت بيبقى حاجة شاقة شوية، وبالذات لما نكون في نادي يعني في ناس ما بيأمنوش بموضوع البنات تبقى تلعب كاراتيه وكده، بس احنا الحمد لله لعبنا كاراتيه ودخلنا الأحزمة بتاعتنا وأخدت الأسود وبدأت في التدريب والبطولات. وطبعا أخدنا صعوبات كتير جدا زي ما كابتن جيان بتقول برضه، بس الحمد لله عديناها. وأنا معايا دلوقتي 3 دان، وإن شاء الله هنخش 4 دان. أنا بخبيرة كاراتيه وعندي أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عشان أنا صاحبة جمعية خيرية ذوي الاحتياجات الخاصة، وعملنا فريق الحمد لله أخذ الحزام الأصفر، وفي فريق لسه يوم الجمعة اللي فاتت واخد الحزام الأصفر والحزام الأسود وحزام 2 دان، وربنا الموفق والحمد لله. متشكرين جدا. شكرا لحضرتك. الكابتن حميدة محمد الشحات. السلام
عيسى، مهندس كهرباء في الحديد الصلب، بطل عالم مصارعة زراعية. صح؟ يعني بداية الحياة الرياضية كانت من وأنا في إعدادي السنة الألفية. لعبت ألعاب كتيرة، لعبت كمال أجسام وأخدت بطولة اسكندرية ومستر إيجيبت، لعبت رفع أثقال، أخدت اسكندرية وبطل جامعة 3 مرات. لعبت مصارعة رومانية، أخدت بطولات اسكندرية متعددة وأخدت بطولة جمهورية وبطل جامعة، وميدالية برونزية في أولمبياد العرب بمصارعة رومانية. مصارعة حرة برضه بطل جامعة وبطل اسكندرية. لعبت مصارعة زراعية من سنة 2004، ابتديت اخد بطولات اسكندرية وانضميت لمنتخب اسكندرية بإشراف الكابتن نبيل حسن مشرفنا النهارده. وبعد كده انضميت لمنتخب الجمهورية، اخدت كاس بطولة الجمهورية. لعبنا بطولات أفرع عربية، حصلت على بطولتين أفريقيا وعرب. معايا في حدود 20 موبايل بس 20 بطولة اسكندرية، 8 بطولات جمهورية في مجال الكلام ده، في مجال المصارعة الزراعية. 8 بطولات جمهورية، بطولتين عالم. في يعني مدرب، المفروض اني اخد دورات تدريبية، مدرب مسجل في منطقة اتحاد اسكندرية للقوة ومصارعة الزراعيين. يعني مش عايز اطول عليكم يعني. وبحب اشكر طبعا حزب الوفد اللي كرمنا النهارده، لفته جميله منه في ايام طيبه بصراحه. احب اشكر برضه الكابتن نبيل لان وجوده معانا هنا بجد يعني بيدينا، يعني يزيدنا شرف، وبجد ان هو الراجل ده مؤسس اتحاد القوه في اسكندريه، ويعني قدوه لكل لاعب. بجد كل لاعب مصارعه زراعيه في اسكندريه يعتبر الكابتن نبيل هو القدوه بتاعته، لان الراجل ده تعب كتير جدا. الراجل ده اصلا اللعبه بكتير واداها من وقته كتير. ضحى قبل كده، كان ماسك منتخب ليبيا كمال اجسام، منتخب بحيرة سام، لان هو بيحب اللعبه دي وعايز يديها فعلا، اداها من وقته كتير قوي. عشان كده احنا بنشرف دايما لما يبقى في اي مناسبه، مش جايين لتكريم، لا نيجي عشان الراجل ده بيبقى موجود فقط. احب ابارك لزميلتي في المنتخب كابتن جيهان، يعني بجد هي كانت شرف مصر بجد. ويعني كان نفسي زي ما قلت لها في القناه يعني اكون معاهم، بس انا يعني الحمد لله يعني الناس راحوا على مكرونه سواهي، والدتي توفت ليله 27 رمضان، وكان في ظروف كتيره، فالحمد لله يعني هي بجد زي ما قلت لها قبل كده هي فرحت قلبي، لان عملت اللي محدش يعني يقدر يعمله. من الصعب جدا ان انت تروح في دوله اجنبيه، ان انت تتحدى كل الظروف حوالين منك، وانا عارف الظروف اللي هي مرت بيها كويس جدا من تحديات حتى اللاعبات اللي معاها، وان هي تقدر اللاعبه الوحيده اللي تقدر تحقق ميداليه ذهبيه. تشرف بجد البلد اللي هي بتنتمي لها. كابتن جيهان على خلق كبير جدا، عندها روح عاليه جدا. يعني اذكر لها موقف بصراحه، كنا في بطوله جمهوريه في الاسماعيليه في نادي الشاطئ، ويعني كانت بتقعد على كرسي كده، كنا قاعدين جنب بعض، فهي الكرسي، فاكره الموقف ده، كرسي وقع وكده ونام، كانت رجلها وجعها وكانت يعني في اصابه، بس هي اصرت وكملت. وده مثال لاصرار اللاعب، ازاي ان اللاعب، وهي دي اللي بتديهولنا الحياه الرياضيه، هي مش مجرد ميداليات او الانسان بيكسب او لا، بالعكس هي الروح نفسها الرياضيه، ازاي الانسان يصر، ازاي الانسان يثابر ان هو يحقق اقصى ما يستطيع ليه. ودي من يعني ادعو كل مشارك معانا النهارده ان هو يحس ابنائه ان هو يعمل يعني يكون لهم يعني زي ما بيقولوا كده سبورتيف كارير، ان هو بعد كده ده هيساعده جدا في حياته بعد كده في الشغل، ان هو هيطلع نفس اللي كان بيشوفه زي ما بيقولوا كده سيميليشن اللي كان فيه في الحياه الرياضيه، هيلاقيه في المجتمع اللي هو طلع له بره، هيلاقي منافسين في مجال العمل اللي هو فيه، هيلاقي فيه تحديات، هيلاقي فيه ناس مش عايزاه تنجح، هيلاقي فيه صعوبات كبيره جدا. نفس لو هو اتدرب كويس نفسيا واتدرب كويس وأصلا
دايما نشيط، وهتلاقي دايما ان هو من احسن الناس اللي موجوده، من اكفأ الناس. معلش انا طولت عليكم وبشكركم جدا، وبشكر حزب الوفد على التكريم. الكابتن نبيل حسني عمر. حزب الوفد والقائمين عليه وجميع الساده الحضور وجميع الابطال اللي شرفونا بحضورهم النهارده. وبخص بالذكر البطله العالميه جهاد محمد مصطفى اللي بتعتبر مثال للبنت السكندريه اللي ضحت بكل شيء من بداية تأسيس اللعبة في اسكندرية. كنا في الفترة اللي احنا بنأسس فيها المنطقة محتاجين لدعم مالي ودعم مادي ومعنوي، وكل أي جهة لينا ما كانش في حد بيعاوننا غير قوتنا الذاتية. كانت بتسيب شغلها، بتسيب بيتها، وتيجي تزاول التمرين عشان تبقى بطلة. وحلمنا فعلا من أول يوم اكتشفت فيه إنها هتبقى بطلة، وبقت بطلة فعلا وشرفت الاسكندرية. وتتشرف اسكندرية بإنها بتكون أولى تأسيس الاتحاد المصري للقوى البدنية ومصارعة الشرعية من مناطق الأولى في جميع مناطق الجمهورية. وتم تأسيس المنطقة وتم استخراج منها بطولات عالمية وجمهورية ومحلية. كانت من عندنا احنا هنا في اسكندرية الناس اللي هي تقدر تعمل أي حاجة بتعملها. لكن للاسف النهارده بنيجي على شهر بطل عالمي نكرمه ما بنقدرش نكرمه. الامكانيات الماديه مش متوفره بالنسبه للمنطقه. الاتحاد متعثر. احنا بنناشد الناس ومن خلال حزب الوفد القائمين فيه رجال الاعمال ان هم يبصوا بعين الاعتبار للابطال الاسكندريين. واشكركم. شوقي صوت السلام عليكم ورحمه الله. اول حزب الوفد اللي عمل الحاجه الحلوه دي، ونشكر سامح الشريف استاذ وفاء الناس الموجوده في الحزب. نشكر كمان الشرفونا زي شرفونا شادي وكابتن عجمي وكابتن فاطم وكابتن حسني وكابتن استاذ شهاب وكابتن محمد عيسى. برضه عرفت من اللعبه دي سنه 99 2000 بدات فيها مركز شباب الحريه، كنت حاصل على المركز الاول مركز شباب الحريه سنه 2001. بداية مع كابتن شهاب سنة 2002 كان بداية مركز شبكة مجالات. كانت أول لقاء بيني مع كابتن شهاب. في هذه الفترة كابتن شهاب بدأت تخش مجال البطولات في الجمهورية على بطولة العالم في 2002 في استاد اسكندرية. ثم ذهبت إلى بطولات أخرى في خارج اسكندرية خارج مصر عامة في بطولة إنجلترا 2006 وبطولة أوكرانيا اللي كان في حصل لها إصابة. والحمد لله بعد ما رجعت من اوكرانيا يعني الاصابه دي كانت حاله يعني اللعيبه الاصابه يعني نشوفها يكون مش هتلعب ريست تاني او حاجه تاني. والحمد لله بالتعاون يعني مع الراحه المعنويه والقوه اللي عندها. الحمد لله فكره التدريب بتاعتي والقرارات بتاعتي وانا حوالي شهرين كاملين لغايه ما رجعنا كابتن شهاب القوه البدنيه الاعلى وصلت البطوله دي كانت اقوى بطولات.
الارضيه وكانت بس فيها تحديد. في 2012 الحمد لله رب العالمين حصل على الميداليه الذهبيه بعزيمه وقوه وفي حرب ضرب البرازيليه في البرازيل. وكانت اقوى بطوله اعتبر اصعب بطوله ليها. وبرضه تاريخي مع كابتن محمد عيسى كان 2003 كنت لعبت مركز شباب مكشف الحريه وكنت اول فريق من منتخب اسكندريه او مركز شباب يطلع في الجمهوريه كان اكتشاف كابتن محمد عيسى 2003. وكابتن محمد عيسى بقى مستمر ولعب بطوله الجمهوريه وكانت بطوله 2009 كان على علاقته الخاصه وفي شرم الشيخ والحمد لله حصل على مركز بطوله العالم في شرم الشيخ 2009. اللعبه دي انا اتمنى الناس في مصر هنا يمارسوها ان هي لعبه قوه ولعبه استسلام. وبتعتمد على المرونه وبتعتمد على القوه وفي نفس الوقت نجد وزاره الشباب والرياضه في مصر ان اللعبه دي اهتموا بيها جدا عشان خاطر اللعبه دي هي اللي هتجيب الدوري لمصر كله. وانا دلوقتي بدور النادي التجاري الرياضي في اسكندريه ومستعد لبطوله جمهوريه جديده او اسكندريه هدخل فيها مركز الاول انتاج افكار جديده في سنه تبع اسرائيل. ونشكر المسؤولين الموجودين ونحيي كابتن المدينه الذهبيه. جماعه بس عندكم صوت. انا حصلت على دكتوراه في هندسه الحاسب الآلي. اهدى بقى شويه مش ماشي. دكتوراه في هندسه الحاسب الآلي وكانت المواد الدراسيه بتاعتي لو في كانت وانا على كتير كانت مطلوبه على الحاسب الآلي. لكن الدكتوراه نفسها كانت من غير ما كانت مطلوبه العقد البشري. فانا خليت علينا الثوره انا قدمت طلب ان انا اخليها على عن طريق الانترنت والكمبيوتر في ثوره 25 يناير. بالفعل عملت الرساله بتاعتي والحمد لله جبت فيها اكسلنت فيها ازاي كانت الثوره دارت كلها عبر الانترنت وعبر الفيسبوك. وعملت العكس بعد ما اثبت ان الانترنت والكمبيوتر بقى في كل بيت واستخدمت الدوره بدل ما كان الثوره بدل ما كانت في البدرومات وبقت في كل مكان بقت كلها عبر الانترنت عبر الفيسبوك. الصفحات اللي احنا عارفينها كلها زي صفحه خالد سعيد كلها خالد سعيد واسماء محفوظ لما نزلت الفيديو وائل غنيم وجبت العينات كلها اللي كانت موجوده. طبعا اثبتت بنقطه ثانيه ان الانترنت بالفعل حتى يوم ما اتقطع يوم 28 معنى كده ان الانترنت ما ينفعش الاستغناء عنها. فتم تصوير الثوره كلها بالموبايلات واترفعت على المواقع على الانترنت. واكيد معنى عدم وجود القنوات ان هي مش عارفه تخش تصور لا اتصورت بالموبايلات واترفعت برضه على النت. ده اثبات تاني. عكست وقلت دور الثوره على الانترنت. يعني بعد ما كان دور الانترنت في الثوره العكس بقى. يعني كان استخدام الفيسبوك 1.5 مليون بعد الثوره الناس كلها حبت تعرف ايه الفيسبوك ده وايه اللي بيدور عليه. عدد المشتركين فيه بقى 5 مليون. برضه عدد المشتركين على تويتر من بعد ما كانوا 60,000 بقوا 600,000 مشترك. فجبت صور نادره وحاجات كتير جدا خاصه بالثوره والحمد لله. السمري او الخلاصه بتاعتي في الثوره نفسها ان انا اثبتت ان الانترنت والتكنولوجيا دي ما عادش ينفع الاستغناء عنها واللي بيستخدمها العابد والعالم والفقير والغني في هذا العالم. وطالبت ان احنا ما زلنا نتوصلوا لحاجات افضل. عملت بحث صغير كده في النهايه لبعض الحاجات التكنولوجيا اللي احنا عايزين ندعمها في الحاجات دي والحمد لله جبت فيها اكسترا. وكمان نزلت كيف تكون مهندس كمبيوتر ماهر في بوابه انجاز التقنيه الحديثه السعوديه. ده موقع والحمد لله البحث ده نجح واعطوني جايزه فيه 100 ريال سعودي وشهاده تاجير عبر الانترنت. ماشي شكرا يا فندم.
صوتك يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي نبيل مطوع، عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد الدائرة الثانية بمحافظة الغربية. أنا سعيد طبعا بوجودي وسطكم النهارده، وسعيد إن أنا أكون في مدينة الإسكندرية، وسعيد إن أنا موجود في حزب الوفد، لأن ده الحزب اللي اتعلمنا فيه السياسة وتربينا من خلاله على السياسة، وسعيد إن أنا موجود في تلبية دعوة الأستاذة وفاء دعتني، خاصة إن أنا جاي النهارده في يوم فرح. النهارده بنعتبره يوم فرح، في يوم قلب فيه الأفراح عن مصر. النهارده معانا كابتن كبير حصل على 11 ميدالية ذهبية أو 11 مركز أول على مستوى العالم، فده شيء كبير وإنجاز كبير جدا قلما يتحقق في مصر. ورغم هذا كله بنلاقي إن هو مفيش الدعاية الإعلامية المركزة، مفيش التقدير المادي اللي موجود، مفيش التقدير المعنوي اللي موجود. فده شيء يعني احنا بنطالب المسؤولين فيه. إذا كان هذا حصل في النظام القديم أو في الأزمنة السابقة، فاحنا موجودين النهارده في زمن ما بعد الثورة، اللي المفروض إن احنا بننادي فيه اللي بيعمل عمل كويس أو اللي بينجز إنجاز لابد أن يكافئ. إنما النهارده لما يكون البطلة واخدة يعني من شهر فات بالظبط تقريبا بطولة العالم، والنهارده ما احناش عارفينها، او يمكن الاعلام معظم الاعلام ما يعرفهاش الا قنوات نادره فعلا. والنهارده لما يكون فريق كرة القدم يصرف عليه الملايين بل المليارات، ونلاقيه ما يحققش بطولة واحدة ولا ميدالية واحدة، ونلاقي كابتن زي كابتن جهاد بياخد 11 ميدالية على مستوى العالم، فده شيء كويس جدا ونتمنى المزيد منه. الا من خلال حزب الوفد النهارده بنقول لها الف مبروك، ونتمنى لك المزيد، ونتمنى لك الاستمرار، ونتمنى لك النجاح. واذا كان الاستاذه وفاء يعني شرفتني ان انا اهدي الهديه ليها، فالاولى ان يهدي الهديه الكابتن بتاعها اللي هو يعني اشرف على يعمل السي في بتاعه على اساس ان وكيل مجلس الشورى الاستاذ مصطفى حموده ده صديق شخصي ليا، واذا كنا احنا مش متواجدين النهارده في مجلس الشعب، فنواب حزب الوفد متواجدين في مجلس الشورى. الاستاذ مصطفى حموده ان شاء الله يعني هطلبه وهديله السي في بتاع حضرتك، ويقدم طلب احاطه لوزير الرياضه الكابتن عماد فاروق، ويحاول يحاسب الناس المسؤولين. يعني مش معقوله كل الانجازات ديت وكل الميداليات ديت وكل المراكز المتقدمه المشرفه لمصر وما تاخديش حاجه جزاء. انا ما اعرفش، فان شاء الله وعيد حضرتك يعني هيكون في يعني خطوات كويسه جدا ان شاء الله في الايام اللي بس يعني كابتن جهاد بس صوت بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا سعيده جدا النهارده، سعادتي ما تتوصفش. اول تكريم ليا يعتبر من 11 سنه في حزب الوفد اللي انا كنت اتمنى ان انا اكون عضو فيه، والحمد لله يعني قدمت، والحمد لله ان شاء الله يقبلوني. فانا ده شرف ليا وشرف لمصر بالسياسه. انا متشكره قوي على تقديمكم وتشرفكم ليا، ده حاجه كبيره قوي على راسي من فوق، وسام ليا على صدري. على العموم انا تعبت فعلا جدا 11 سنه، مش اخد حقي طبعا بس حقي معنويا الحمد لله. انا من جوايا بطله بالرغم من الميداليات دي كلها، طبعا دي تعتبر اولادي لان كل سنه بجيب علي. بالنسبه لي هو ده الطفل اللي انا بيتولد مني كل سنه لازم اجيبه، دي حاجه جوايا. رياضي ايه؟ مصارعه زمان. حبي للرياضه شرف ليا ان انا ارفع علم مصر على المنصه
كله. دي حاجه يعني ما تتوصفش حتى لو اتصرف لي ايه من الوزاره. لا شكرا. حب الناس ليا، الاجانب كلها متشرفه بيا وبعلم مصر. ميس ايجيبت، خدت القاب كتير في امريكا، بلدوزر العالم. البرازيل قالوا عليا الرهيبه. الحاجات دي كلها شرف ليا. السنه دي برضو ميس ايجيبت فخر لكل بني ادم بيطلع على المنصه دي، مش حاجه سهله. رفع علم مصر ده مش سهل ابدا. جالي عروض كتير قوي بره. قبل السنه دي طالبيني برضو في دوله عربيه قطر، بعتين لي عايزيني انا برضو هي عشان الجنسيه دي انا شكرا. انا بالنسبه لي علم مصر حتى لو ما خدتش فلوس من مصر. فانا سبت لنفسي اسم حلو والناس كلها تعرفني. الحمد لله من حبي في الرياضه ومن حبي في مساعده الزراعيين عملت من سنتين كده برنامج البطل، اعظم يعني كتير منهم شافوه مع ممثلين مصر كلها، نيكول سابا، هاني رمزي، رامز جلال، الدنيا كلها لعبوا معايا ريست. الحمد لله كان كل يوم بالنسبه لي بطوله، لان كنت بستخبى عن الفنان وبطلع معاه بلعب معاه كل يوم بطوله مع الفنان. السنه دي ان شاء الله في مفاجاه مش عايزه احرقها طبعا للكل، في حاجه حلوه قوي ان شاء الله قريب هتتعمل في التلفزيون، ويا رب تكون شرف لينا وشرف للعبه نفسها ان انا بقدم حاجه مشرفه لمساعده الزراعيين ان شاء الله. وانا متشكره جدا، وده انا مش عارفه يعني انا مش هنام يعني. فرحتي بيكم وفرحتي بانكم شرفتوني واكرمتوني. ميرسي. تظهري في التلفزيون وتظهري في حاجه زي كده ولسه هتظهري تاني، يبقى ده تشريف من نوع اخر. لا ما عندهاش والآن هنقدم قدام الكروت بتاعتكم جت من مصر. هنقدم كل عضو جديد شرفنا بالحزب. هنقدم ايه؟ الترميم بتاعه. الاستاذ عضو معانا في تضحية بالنفس والمال في سبيل الإعلام. تضحية بالنفس والإعلام. والمال في سبيل الإعلام. في سبيل إعلاء كلمة. وألا أبوح بسر من أسراره. ولا أبوح بسر من أسراره. إلا ما يتقرر نشره. إلا ما يتقرر نشره. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أشوفك. مضحيا بالنفس والمال مضحيا بالنفس والمال في سبيل إعلاء كلمته